وأتمنى من الله الفيديو بتاعي يعجبكم وأكون أفدتكم ولو بحاجة بسيطة. ربنا يجازيكم عني كل خير. مش تنسوني يا حبايبي في اشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض يا حبايبي طريقة تخليل الزيتون. طبعا ده الكبير ده اسمه زيتون تفاحي، اسمه زيتون تفاحي. فعلا بتبقى شكلها مدور زي التفاحة بالظبط. ده الكيلو ب30 جنيه. الزيتون التفاحي ممكن تاكلي منه حبيبة قلبي بعد شهر بالظبط. ده الزيتون التفاحي. الزيتون التاني اللي معانا ده اسمه الزيتون ده اسمه زيتون عزيزي، اسمه زيتون عزيزي. الحجم بتاعه بيبقى اصغر من التفاحي والمرارة بتاعته بتبقى اشد. ده التفاحي وده العزيزي. العزيزي ده يدنه معاكي من السنة للسنة، يعني يدنه معاكي 12 شهر. ده خلال 6 شهور تكوني مخلصاه، لان ده بيستوي بسرعة وبيطرى بسرعة. وده مرارته قليلة وده مرارته شديدة. ده ب30 جنيه وده ب30 جنيه. ده التفاحي وده العزيزي. طيب، ومعانا كمان المكون التاني الفلفل. طبعا الفلفل اللي بنحط لازم يكون فلفل بلدي. ده فلفل بلدي. فلفل الصباط ما ينفعش. كلنا عارفين فلفل الصباط بتبقى الحباية بتاعته طويلة وبيبقى طري. ده فلفل بلدي، ده اللي بتخلل. لو جبت التاني مش هيعيش معاكي. لو جبت البلدي الصباط مش هيعيش معاكي. طب اتنقي دي ازاي؟ اتنقيها الحباية اللي بتاعها تكون ناشفة، القرن يكون ناشف. واني فتحاه زي ما انتوا شايفين، انا غسلاه وبفتحه كده من النص اهو زي ما انتوا شايفين علشان محلول الملح يدخل فيه. طب ايه تاني الحاجات اللي احنا عاوزينها؟ اي مخللات هتعمليها، اي مخللات هتعمليها ما ينفعش الملح بتاع الاكل. لازم الملح ده يا حبيبة قلبي، لازم الملح اسمه الملح الصخري. شايفين الحباية بتاعته قد ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ده بنباع بالكيلو. ده بنباع بالكيلو. الكيلو بكام؟ الكيلو ب2 جنيه ونص. بنباع عند اللي بيبيع اللوبيا والفاصوليا والحاجات ده الملح اللي بنحط للمخلل. الناعم اللي بنحطه للطبيخ ما ينفعش عشان عليه اليود. اليود بيسرع عملية التسوية ويهري يهري المخلل بتاعك. فلازم نحط الملح الصخر ده بتجيبيه من عند اللي بيبيع اللوبيا والفاصوليا والحبوب يا حبيبة قلبي. تاني حاجة اللي انا هستعملها البيضة السحرية بتاعتي. البيضة دي نية، جايباها من تحت الفرخة النهاردة. ماشي. البيضة دي لازمتها ايه؟ بظبط بيها الملح بتاعي للبنت اللي مش عارفة او الست اللي مش عارفة مقدار الملح. لانك ممكن تحط ملح قليل تلاقي الحاجة بتاعتك اتهرت منك. طب الحاجة اتهرت من ايه؟ ان الملح بتاعك قليل. انا هعرفك افضل طريقة تظبطي بيها الملح. هي البيضة يا حبايبي، هي دي البيضة اللي هنظبط بيها. وطبعا معايا المية بتاعتي أنا غالية حلة مية وحطها جنب مني. وخدت شوية هم المية تغلي وتسيبيها اما تبرد ونبدأ على بركة الله. بسم الله. أول حاجة أبعد كده الحاجات دي. وأول حاجة أنا هوريكم التجربة قدامكم عملي. أنا هحط البيضة قدام حضراتكم في المية وأوريكم إيه اللي هيحصل فيها. أنا ما حطيتش أي حاجة دلوقتي. أنا هحط البيضة في المية. البيضة فين يا حبايبي؟ البيضة نزلت في قعر الشفشق بتاعي اهي. البيضة تحت. البيضة تحت زي ما انتوا شايفين حضراتكم اهي. البيضة تحت. طبعا ايه، نسيت اقول لحضراتكم ان انا جايبة ليمون. جايبة كيلو ونص ليمون. جايبة كيلو ونص ليمون وعصراه وما حطيتش ليها اي حاجة لسه لحد دلوقتي. طيب هنعمل ايه؟ هنطلع البيضة. انا بس حبيت اوريلكم ان انا لما بحط البيضة بدون حطيت البيضة بدون الملح، البيضة نزلت في القعر خالص في الشفشق من تحت. هطلع البيضة زي ما انتوا شايفين حضراتكم. وهضيف شوية من الليمون. برضو لو انا حطيتها بصوا غطست خالص تحت. البيضة مش ظاهرة يا حبايبي اهي. البيضة مش ظاهرة.
هطلع البيضة وابدأ احط قدامكم الملح واوريكم ايه اللي هيحصل بعد كده للبيضة دي. بسم الله. ادي الملح الصخري يا حبايبي، ابدأ انزل كده على بركة الله، وابدأ اقلب الملح قدام حضراتكم. ودلوقتي رجعت لكم يا حبايبي بعد ما قلبت الليمون مع الملح مع الميه. هرجع احط البيضه قدام حضراتكم اهي. احط البيضه. هرجع دلوقتي احط البيضه قدام حضراتكم ونشوف البيضه اللي هيحصل لها. البيضه قبت قدام حضراتكم اهي. البيضه ظاهره اهي، معناها ان المحلول بتاعي كده مظبوط. اهي البيضه قدام حضراتكم على الوش اهي. الاول كانت غطسه، دلوقتي البيضه قبت على الوش اهي يا حبايبي، يبقى كده الملح بتاعي مظبوط. على بركه الله نعمل ايه تاني؟ الخطوه اللي بعد منها نطلع بقى البيضه. البيضه نيه يا حبايبي، البيضه مش مستويه. انا نسيت اقول لحضراتكم الخطوه دي، البيضه نيه. بسم الله. بجيب البطرمان اللي انا هحط فيه. اول حاجه بحطها، بسم الله، اول حاجه بحطها شويه فلفل. بسم الله. ادور على القصير الاول. الفلفل القصير اهو. بسم الله. بحط شويه فلفل، ونبدا على بركه الله نحط الزيتون. ده الزيتون التفاحي. بسم الله. وارد البطرمان كده. بسم الله. واحط فلفل تاني في النص. بسم الله. شايفين القرن تخين ازاي؟ ما شاء الله. بس زي ما انا قلت لحضراتكم انا شقاه من النص. وابدا احط فلفل. الفلفل البلدي يا حبايبي بيعيش من السنه للسنه. ده فلفل بلدي. مفتوحه دي، مفتوحه او مفتوحه. الفلفل البلدي في منه حر وفي منه بارد على حر. ده بارد على حر يا حبايبي. بحط كده وارجع اكمل البطرمان. بسم الله. واضغط كده عشان الليمون لما احط المحلول بتاعي الزيتون ما يقبش على الوش. وارجع اضغطها كده. بسم الله. وارجع احط بقى المحلول. بسم الله. ولا بحط زيت ولا بحط اي حاجة. المحلول الليمون زائد المحلول الملحي بدنا نحافظه من السنة للسنة. الخطوة اللي بعد كده بعمل ايه؟ بجيب قشر الليمون اللي انا عصرته وبحطه على الوش يا حبايبي كده، علشان الزيتون ما يسمرش. بسم الله. واجيب الغطا واغطي عليه واضغط جامد على الغطا اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بالهنا والشفا على اللي هياكل. دي اول بطرمان في الزيتون التفاحي. نبدا في الزيتون العزيزي. ده الزيتون العزيزي اللي هو بدنه سنه كامله يا حبايبي ومرارته شديده. برضو زي ما عملنا كده هنحط الفلفل الاول. بسم الله. بحط الفلفل وابدا احط في الزيتون العزيزي. بسم الله. وارج البطرمان كده. بسم الله. وبرضو احط فلفل في الجناب. بدور بس على القرن اللي قصير. بسم الله. احط فلفل كده.
هحط شوية زيتون، وعلى الوش برضو هحط الليمون. وادي قشر الليمون يا حبايبي علشان الزيتونة اللي على الوش ما تسمرش. وان شاء الله لو لنا عمر لما الزيتون الاسمر يطلع بعمل برضو معاكم طريقة عمل الزيتون الاسمر. وبرضو بحط المحلول بتاعي زي ما انتم شايفين كده، ما بحطش زيت ولا اي حاجة خالص. انا ظابطة ملحي والليمون انا حطاه عصره وحطاه، هي دي المادة الحافظة باذن الله. ولما يستوي ان شاء الله هنوريه لكم زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو. عامله البطرمان على الاخر كده خلاص. واجيب الغطا واغطي بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يبقى ده حضراتكم الزيتون العزيزي اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، المحلول مليه. وده الزيتون التفاحي اهما الاتنين قدام حضراتكم اهما. بسم الله ما شاء الله. سهل خالص وبسيط، بس زي ما انا قلت لحضراتكم يا ريت تعملوا بطريقة البيضة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هتخلي لك الملح بتاعك مظبوط ومش هتحتاجي ان انت تغيري حاجته، والحاجة هتدنها معاكي من السنة للسنة. واتمنى من الله ان الفيديو يعجبكم. عملت معاكم حاجة بسيطة، ومش تنسوني بدعوة من حضراتكم، ومش تنسوني بلايك يا حبايبي لو عجبكم الفيديو. ربنا يجازيكم عني كل خير يا رب العالمين. اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم. بسم الله اهما. وادي الزيتون بتاعنا اهو زي ما انتم شايفينه اهو. واتمنى من الله الفيديو بتاعي يعجبكم، واكون افدتكم ولو بحاجة بسيطة. ربنا يجازيكم عني كل خير. مش تنسوني يا حبايبي في اشتراك في القناة ولايك لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.